negotiation skills مهارات التفاوض من امتع واهم السكيلز لاي ميديكال ريب محترف. التفاوض مش صدفه، التفاوض مهاره لازم تتقنها. عارف انك كل يوم بتتفاوض حتى من غير ما تاخد بالك. بتتفاوض انك بتحاول تقنع دكتورك انه يسمع لك. بتتفاوض انك بتحاول تقنع دكتورك انه يكتب المنتج بتاعك. ولكن في مشكله، ان في عدد كبير جدا من الميديكال ريبس فاكرين ان التفاوض انك لازم تكسب والطرف التاني يخسر. وده اكبر غلط، لان التفاوض نوعين، لو فهمتهم هتعرف تلعبها صح كل مره. النوع الاول وهو الديستريبيوتيف نيجوشيشن. ده التفاوض اللي فيه حد لازم يكسب وحد لازم يخسر. زي مثلا لما دكتورك يكون قدامه منتجين من نفس الماده الفعاله، والدكتور مطالب انه يستخدم منتج واحد بس. هنا المنافسه صفريه، ولو لعبتها غلط صدقني الخساره بالكامل هتكون ليك. وان شاء الله في الفيديوز اللي جايه هنعرف مع بعض ازاي تقدر تقنع دكتورك بالمنتج اللي انت شغال عليه ايفن لو في كومبيتيتور من نفس الماده الفعاله. النوع الثاني وهو الانتجريتيف نيجوشيشن. ده الاحتراف الحقيقي. انت هنا بتخلق فرصه لكل الاطراف يطلعوا كسبانين. زي مثلا انك بتجد طريقه تخلي الدكتور يشوف قيمه اضافيه ما كانش شايفها في المنتج بتاعك. بتحاول بقدر الامكان تماكسمايز البينفيتس اللي موجوده في التريتمنت بتاعك عشان تخلي دكتورك يستخدمه كفيرست سوليوشن مش بس كبديل. التفاوض مش انك تفرض رايك على دكتورك، التفاوض انك تحس بيه وتوصل معاه الحل. وده اللي بيفهم الميديكال ليب البروفيشنال عن الميديكال ليب العادي. في الفيديو اللي جاي هنتكلم على سكيل كلنا محتاجينها وهي الانتربيرسونال سكيلز. فلو عايز تعرف يعني ايه انتربيرسونال سكيلز بمنتهى البساطه استناني الفيديو اللي جاي.